الحقيقة أنا كنت ممتن جدًا لهذه الفرصة، وسعيد بالتعاون مع قضاة لجنة التحكيم الأستاذة شيرين هنائي والأستاذة فاطمة نعوت، والأعمال كانت مدهشة جدًا في أغلبها، وكان أكتر ما يميزها إن هي مش بس من مصر، هي من المنطقة العربية كمان. كان التحدي الأساسي في المسابقة إن إحنا نختار مجموعة قصيرة من الأعمال عشان تفوز بالجايزة، وكان التنافس حقيقي كبير خصوصًا في القايمة الطويلة اللي وصلت لحوالي أكتر 10 أعمال. إلى أن توصلنا إلى نهاية الأعمال ال3 اللي تم اختيارهم. أتمنى إن المسابقة بالفعل تكون امتداد المسابقة الأساسية اللي قامت على كتافها رواية مصير للجيب سنة 1984. الحقيقة إن فيما يتعلق بمسابقة الرواية، هي لأنها ما كانتش محددة فيما يتعلق بأدب الجاسوسية أو أدب البوليسي أو أدب الخيال العلمي، فهي كانت مسابقة مفتوحة للروايات بشكل عام. مش هيتحقق هنا قوي الهدف الخاص بإن احنا نقدم سلاسل جديده، لكن كان من ضمن التوصيات اللي اتكلمنا عنها في اللجنه ان يبقى في مسابقه خاصه بادب الخيال العلمي وادب البوليسي، لان ده الادب اللي دايما بيشكل معبر للجمهور الشاب القارئ اللي من سن 12 ل 18 سنه، اللي من بعديه بيبدا ينطلق لقراءه اعمال تانية لادباء اخرين. اجدد التقدير الشديد لفكره المسابقه، لان هي فيها جزء اساسي منه قايم على العداله وعلى إتاحة الفرصة لأصحاب أقلام مهمة مش قادرين يجدوا الوسيلة إن هم يوصلوا لدور النشر، وده دور مهم جدا قامت بيه المؤسسة العربية الحديثة. وأتمنى المسابقة تستمر بشكل سنوي، وأتمنى تكشف كل سنة عن أعمال لافتة ومميزة.